يا صباح الورد والياسمين على حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الجرس الفلاحي بطريقة ممتازة، ولا هنقطع ولا نجرس ولا بتاع. مفيش أسهل من كده. هتطلع معانا تحفة وممتازة مليون المية، وطريقة اقتصادية خالص، وبأقل الإمكانيات هتعملي أحلى جرس. يلا نشوف مقاديرنا الاقتصادية ايه والطريقة تكون ازاي. هنا عندي ربع كيلو دقيق، وده أقل حاجة ممكن نعملها، أقل كمية. ربع الكيلو بحط عليه معلقة خميرة فورية ومعلقتين سكر، معلقة من معلقة الرز، وبحط عليه كمان رشة ملح، واقلبهم كويس خالص. وعندي كوباية لبن. انا هعجن نص لبن ونص مية. ممكن تستبدلوا اللبن بالمية خالص، او حابين تعملوه باللبن كله تمام، او عايزين تخلطوا زي ما انا عملت كده بالمية واللبن تمام خالص. انا عملت كوباية لبن والباقي كملته بالمية. هعجن كويس خالص خالص لحد ما احصل على قوام متوسط، لا هو طري خالص ولا هو جاسي شوية. ده القوام المطلوب اللي احنا عاوزينه. بعد كده هجيب معلقة سمنة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة. معلقة السمنة دي هتخلي الجرس في حتة تاني، هتخلي طعم الجرس مختلف تماما وغني خالص. فناخد معلقة السمنة دي ونعجنها كويس خالص. اول ما نبدأ نعجن هتخلي العجين شكلها مختلف بالشكل ده. ده اتس اوكي تمام، نكمل. انا عايزة بس شوية عجن تاني والامور هتظبط خالص معانا. نكمل عجن لحد ما العجينة تكون كده ايه، ناعمة وحلوة كده. لمت معانا، هي بس عايزة شوية عجن، يعني دقيقتين كده ولا بتاع، وهتتظبط معانا. بعد شوية عجن حلوين العجينة اتظبط معانا وبقت عجينة ناعمة وحلوة. هسيبها بس تختمر ساعة ونرجع نشكلها. بعد ما عجينتنا اختمرت وخلاص هنبدأ نجرس الجرس. عندي معلقتين سمسم متحمصين، ضفت لهم شوية مية صغيرين وهقلبهم كويس خالص. هنا الجرس اختمرت بالشكل الحلو ده اللي انتوا شايفينه. هاخدها اجرسها. في البداية احط رشة زيت على الكاونتر علشان ما تلسقش معايا، وانا مش عايزة استخدم دقيق. بعد كده بفرد العجينة بالنشابة لحد ما اخلي السمك بتاعها نص سنتي. ولو عاوزين الجرس تطلع عالية شوية ممكن نخلي السمك بتاعها سنتي. انا خليت السمك بتاعها نص سنتي. وهجيب قطعة الدوناتس بالشكل ده. ولو مش عندنا قطعة الدوناتس دي ممكن نستخدم غطا حلة، يعني اي حاجة اوكي. بس بقطعها بالشكل ده. شايفين ده نص سنتي السمك اللي انا عاوزاه، انا مش عايزاها تكون عالية خالص. بس وبنزل الوش بتاعها كده في السمسم.
وباخدها على صينية، الصينية حاطة عليها ورق زبدة وبرضو رشها بشوية من الزيت، رشة خفيفة كده مش كتير بس، واقطع كل الكمية. مش هتاخد معايا يعني ثواني وهكون مخلصة كل الكمية، بدل ما اعملها قطع كده واجرس واعمل وبتاع. الطريقة دي اسرع بكتير، وانا حابة كمان انه كل الجرس تكون مقاس واحد، فدي اضمن حاجة ان انا اعمل بيها الجرس ان تطلع لي كله مقاس واحد. بس الاطراف اللي باقية دي هلمها واعجنها تاني واقطعها ولحد ما اخلص كل الكمية، طلع معايا كمية حلوة خالص. انا بحب اسلق اكتر من السمسم شوية. الربع كيلو دي طلع معايا 19 جرصة بالحجم اللي انتوا شفتوه ده، يعني كمية كبيرة خالص. هعجنها بالشكل ده والمها واسيبها تريح دقيقة وارجع افردها. هنا بعد ما عملت كل الكمية، في الصينية دي وفي الصينية تاني فيها كده كم واحدة، حوالي 6. هسيبهم يختمروا نص ساعة وبعد كده نبدأ نخبزهم. هنا بعد ما اختمروا بالشكل ده هدخلهم الفرن، اكون مسخنة الفرن كويس خالص على درجة متوسطة، مش سخنة خالص ومش هادية خالص، على درجة متوسطة. ادخلهم بياخدوا حوالي تلت ساعة، بيطلعوا بالشكل ده واخدين اللون من فوق ومن تحت. وبعد كده بطلعهم اغطيهم بفوطة لحد ما يهدوا خالص من السخونية، وبعد كده نشيلهم في حاجة بلاستيك. انا ما غطيتهمش ولا اي حاجة عشان الاولاد بيحبوا ياكلوه سخن، فانا ما كنتش عايزاه يسقع معايا. بس طالعين بالشكل التحفة ده، ممتازين هايلين بصراحة. اتمنى الكل يجربهم، مش هتندموا. طريقة سهلة خالص، بسيطة، اقتصادية، مش هتكلفنا اي حاجة، بتدينا كمية حلوة خالص بأقل التكاليف. اللي عجبه الطريقة ياريت ما ينساش يحط لايك ويسيب كومنت، واللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد. ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.